ايه اللي ممكن يحصل لو مشيت كل يوم لمدة 60 يوم؟ هل فعلا هتخس؟ هل الكرش هيبدأ يختفي؟ وهل المشي يستحق الضجة اللي الناس بتتكلم عنها؟ انا جربت بنفسي، وفي الفيديو ده هقولك ايه اللي حصل وايه اللي اكتشفته وازاي ممكن تبدأ حتى لو ما عندكش وقت ولا بتحب الرياضة. هاي يا بنات، ازيكم؟ وحشتوني قوي. النهاردة موضوعنا عن المشي، وانا جربت بنفسي. انا شخص مش بيحب الرياضة اصلا، بس جه في وقت كنت عايزة اخس وزن كبير بعد الولادة، فقلت طيب انا هبدأ اتمشى كل يوم، يمكن تلت ساعة او نص ساعة. ساعات بنفكر ان احنا لازم نروح الجيم او نعمل تمارين صعبة قوي او نشتري ادوات غالية عشان نخس، بس الحقيقة ان واحدة واحدة نبدأ نمشي، لان المشي من اللي ممكن تغير جسمك وصحتك. أنا قررت أمشي كل يوم لمدة 60 يوم متواصل، وما كنتش متوقعة إن عادة بسيطة بالشكل ده هتعمل فرق. أول فرق لاحظته إن الوزن بدأ ينزل، والمشي بيزود استهلاك الجسم للطاقة، وبالتالي بيساعد على حرق سعرات حرارية أكتر، خاصة لو معاه نظام أكل متوازن. يمكن الميزان ممكن ما ينزلش بسرعة في أول أسبوع، لكن مع الاستمرار هتلاقي فرق رهيب في الميزان وفي المقاسات، وانتي حتى هتبقي مبسوطة ومستنية ميعاد المشي. تاني نتيجة ان انا لاحظت ان بطني بقيت فلات. المشي لوحده مش هيحرق دهون البطن اكيد، خلينا واقعيين، لكن الجسم بيخسر الدهون بشكل عام مش من مكان واحد. مع الوقت هتلاقي نزول نسبة الدهون في الجسم بقيت اكتر، وتلاحظي ان محيط البطن والخصر بيقل، والملابس بتبقى اوسع. يعني لو هدفك بطن مسطحة، المشي خطوة ممتازة، لكن لازم يكون مع نظام أكل. وأنا كنت عاملة نظام أكل عجز سعرات مع صيام متقطع. بصراحة لا، أنا كنت مقللة في الأكل جدا. مع المشي هتلاحظي نتيجة جبارة، لكن لو المشي لوحده مش هتلاحظي نتيجة سريعة. تالت حاجة، الحرق بيبقى أحسن. لما تتمشي باستمرار جسمك بيتعود على الحركة، وده بيخلي حرق سعرات أكتر على مدار اليوم مقارنة بشخص قاعد طول اليوم في البيت. وكمان عضلاتك بتشتغل والدورة الدموية بتتحسن. رابع حاجة، ودي اللي كنت مستغرباها جدا، ان الشبع بقى افضل. ناس كتير تفتكر ان الحركة هتفتح النفس، لكن الغريبة ان عند ناس كتير المشي المنتظم بيساعدهم ينظموا احساس الجوع ويقلل الاكل العشوائي، خصوصا لما يكون المشي جزء من الروتين اليومي، وده طبعا بيختلف من شخص للتاني. خامس حاجة، نفسيتي اتغيرت، ودي اللي اتكلمت عنها قبل كده في فيديو ازاي خسيت 22 كيلو بعد الولادة. يمكن اكتر حاجة حسيت بيها بعد كل مشي اني ازاي خفيفة، وازاي كان عندي طاقة ايجابية وشبعانة. المشي بيخليكي تتحركي وتتنفسي وتفصلي شوية عن الموبايل والزحمة، وده بيساعد ناس كتير يحسنوا حالتهم المزاجية ويقللوا التوتر. سادس حاجة، الطاقة. في الأول كنت فاكرة إن المشي هيخليني مرهقة، لكن اللي حصل العكس. لما بقيت أمشي بانتظام بقيت أنشط خلال اليوم، وكسلي قل، وبقيت أقدر أخلص شغلي بسهولة جدا. هقولك على شوية نصايح هتساعدك تكملي المشي. امشي في وقت يناسبك، يعني لو انتي مش شخص صباحي ما تنزليش تمشي الصبح خالص، امشي بالليل، وهكذا العكس برضو. لو انتي مثلا ما بتعرفيش تمشي بعد ما تتغدي، لا امشي قبل الغدا. وكمان احسن وقت هيخليكي تخسي الوقت اللي بيبقى بعد المغرب، لان بتمشي فبتضيعي بقى الاكل العشوائي بالليل، لان احنا بنحب ناكل بالليل اكتر. البسي كوتشي مريح. اهم حاجة تبقي عارفة تمشي براحتك، ما تلبسيش حاجة انتي مش بترتاحي فيها عشان تعرفي تمشي وخطوتك تبقى كبيرة. اشربي مية كويس قوي. اسمعي بودكاست او اي حاجة بتحبيها وانتي بتمشي عشان تسلي وقتك. ركزي انك تبني عادة مش تحققي رقم في يومين. عارفين بقى في مشكلة اننا عارفين كل الكلام اللي انا قلته في الفيديو، بس مستنيين الحماس. الحماس هيروح مش بيقعد، العادة هي اللي بتفضل. بشجعك دلوقتي انك تغيري حياتك وتبدأي تخصصي وقت للمشي في اليوم، صدقيني هيغير حياتك. جربي مثلا اعملي تشالنج بينك وبين نفسك 20 يوم 30 يوم، وهتبصي وراكي وتستغربي ان عادة بسيطة بالشكل دي قدرت تغير وتعمل فرق في حياتك.
اخر حاجة هقولها، لو بدأتي تمشي او ناوية تبدأي اكتبيلي في التعليقات هبدأ من النهاردة. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة، ونشوفكم في فيديو جديد. Thank you for watching.